جماعة العدل والإحسان تعتبر من أكبر التنظيمات السياسية بالمغرب. تأسست على يد الشيخ عبد السلام ياسين سنة 1974. العمل ديال عبد السلام ياسين كان هو مفتش في وزارة التربية الوطنية حتى لشهر مارس من العام 1967، وانقطع العمل بسبب المرض. الشيخ عبد السلام ياسين كان بالزاوية البوتشيشية اللي هي إحدى أكبر الزوايا الصوفية في المغرب، وخرج منها بعد خلاف مع الشيخ ديالها، وأسس جماعة إسلامية اللي تسمات فيما بعد بجماعة العدل والإحسان، وضع لها تصور سياسي. هذا التصور تيرفض العنف والاغتيال السياسي والسرية. عرفت الجماعة عدة تسميات قبل ما تستقر على هذا الاسم، مثل أسرة الجماعة وجمعية الجماعة وكذلك الجماعة الخيرية، وأخيرا تسمات في سنة 1987 بجماعة العدل والإحسان. رسل الشيخ عبد السلام ياسين رسالة سياسية إلى الراحل الملك الحسن الثاني بعنوان الإسلام أو الطوفان. هذه الرسالة كانت تتألف من 100 صفحة تنتقد من خلالها السياسة التدبيرية للملك، وهو الأمر اللي دفع هذا الأخير إلى الزج به في السجن لمدة 3 سنوات ونصف. وبالنسبة لصديقيه محمد العلوي السليماني وأحمد الملاخ فبقاو في الحبس 15 شهر في السجن السري بالدار البيضاء. وبعد الخروج ديالو من السجن استضافت المعاقبة ديالو بالإقامة الجبرية لمدة 9 سنوات حتى العام 2000 عاد تحيدات عليه هذه العقوبة من طرف الملك محمد السادس. بعد الإفراج عن الشيخ عبد السلام ياسين أرسل رسالة بالفرنسية متكونة من 35 صفحة للملك محمد السادس بعنوان إلى من يهمه الأمر، تدعوه من خلالها لإعادة الثروات للشعب اللي راكمها الوالد ديالو المغفور له الحسن الثاني باش الشعب يرضى عليه. الأسس الإيديولوجية لجماعة العدل والإحسان تتقوم على 3 مبادئ أساسية: لا للعنف، لا للسرية، لا لقبول منح مالية خارجية. تيشير مبدأ لا للعنف عند الجماعة إلى أن الفعل السياسي للجماعة لا يستند إلى العنف، بل إلى السلم والتواصل الخالي من كل أشكال العنف، لأن الجذور اللي تأسست عليها الجماعة هي جذور صوفية، على اعتبار أن الشيخ ياسين كان من مريدي الزاوية البوتشيشية. أما مبدأ لا للسرية عند الجماعة فتيقوم على المكاشفة الصريحة والعلنية، لأن الفعل السياسي ديالها لا يقوم على العنف، في حين أن مبدأ لا لقبول منح مالية خارجية هو أن الجماعة ما تتقبلش الدعم الخارجي. والغاية من الإعلان عن هذا المبدأ بالنسبة للجماعة هو باش تبعد عليها كل الشبهات اللي من شأنها تفتح أبواب التهم من طرف النظام السياسي أو الفاعلين السياسيين الآخرين كتهمة خدمة أجندات سياسية خارجية مثلا. الجماعة في التنظيم ديالها تتعتمد على بنيات مستمدة من تجربة الإخوان المسلمين في المشرق العربي، وأيضا من التنظيمات اللي عندها علاقة بالزوايا بالمغرب، بحيث تيقوم التنظيم الهرمي للجماعة على التقسيم الإداري للمملكة، الجهة، الولاية والعمالة، باش تمكن من الانتشار في جميع أنحاء المغرب.